شالي. ده معرض شالي يا جماعة في شارع ايه ده؟ شارع ده شارع شكري القواتي. شارع اسمه ايه؟ شكري القواتي. شكري القواتي. شكري الكواكلي. متفرع من ايه يعني، اسكندرية ولا شارع سيوة ولا شارع ايه؟ تقاطع علم الروم. علم الروم. ثالث جوار شارع اسكندريه. ثالث شارع تمام. مع شارع اسكندريه. اعرف بس اسعار الزيت الزيتون. الزيتون فيه الجراكن. ده بكري بقى؟ بكر. ده الزيتون بكر. ايوه. بتاع مطروح. اه. الجركن الفاتح ده ليك الجراكن له. ايوه. ده عامل 450 كيلو. وفي بتاع سيوه اللي هو الجركن اللي لونه فاتح ده. ايوه. درجه اولى برضه عامل 400 جنيه. ده التعبئة بتاعتكم شالي، معرض شالي ولا انتوا؟ معرض شالي ده اللي هو عصرتنا احنا. عندكم عصارة يعني. ايوه. في بتاع سيوه وفي بتاع مطروح. تمام. الازاز بيبقى اغلى شويه. 530. شالي سيوه او مطروح. ايوه. في صافي ده قوات مسلحه عامل 550. بتاع القوات المسلحة 550. ايوه في منه عبوه صفيح. هو كل ده بكر مش كده؟ كل ده بكر. اه. بارد مفيش هنا. طب ده معالج ولا يعني في للكوليسترول ولا وفي للاكبر؟ ده زيت علاج قبل ما يكون الاكل ده زيت علاج. تمام. وفي منه للشعر ولا كله اكل؟ لا في منه للشعر. في بقى جراكن مخصوصه بقى للشعر. الجركن. ده للشعر. اوليفيا. اوليفيا. تمام. ده بيبقى طبعا عليه ريحه عشان. ده بكام ده؟ ده عامل 50 بس. 50. تمام. طيب بالنسبه للاكل بقى وبالنسبه للمعالج، بالنسبه للكوليسترول للضغط كده يعني، ده ب 250. ده نص لتر اللي هو نجمة سيوه. 270. 270 نص كيلو يعتبر. اسعاركم ما شاء الله كويسه، بس هي غليت عن السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت ما كانتش بالاسعار دي خالص. والزيتون ده انتوا اللي معبيينه وحاطينه فوق كده برطمانات صح؟ شوف بقى ازاز حاجه يعني احسن فخمه شويه. البرطمان بكام الكيلو ده؟ يبدا معاك من 80 جنيه. ب 80 كيلو. 80 و100 و120. تمام. الاخضر 80 والاسمر 100 و120. 100 و120. في تمور برضه محشيه وفي تمور ساده. اللي هي المعلبه دي. المعلبات دي ساده كيلوات وكيلوات وثلاثات. اسعارهم بتتراوح من ايه؟ 40 الكيلو. علبه كيلو بتبقى زي دي كده. في بقى علبه 2 كيلو ب 80. دي ب 80. وفي علبه 3 كيلو ب 100. حاجات محشيه زي دي. دي مشكله بقى فيها كل حاجه. دي مشكله باطعمه معينه. رز شوكولاته جوز. دي كام دي؟ 45. 45. في منها كذا حاجه. الشاي عريض. اللهم صل وسلم. ودي زيوت للشعر. تارا. دي تارا دي بكام؟ يا الله، والله كنت جايباها ب 120 جنيه السنه اللي فاتت. صح كده؟ اللي هي بالياسمين بيتهيألي. تارا ياسمين. في حاجات تركيبات بقى زي ايه؟ في تركيبه طبيعيه. جوز هند وصبار وخروع وزيتون. فيها كل الزيوت طبيعيه. دي سعرها كام؟ دي 75. دي تركيبه. تركيبه احنا بنعملها هنا. ده الباب بالصابون بتاع سيوه ده بتاع زيت الزيتون. حاجه طبيعيه ما فيهاش اي كيماويات. دي مش شغل مع شركات. دي طبيعيه. دي عامله 25 جنيه. اسمها ايه؟ اسمها وطيقه. اسمها وطين؟ وطيقه. وطيقه دي كلمه نيجيريه اصلا. ده للشعر وللبشره. حاجات معالجه يعني للشعر وللبشره. حاجات طبيعيه ما شاء الله، خالي من اي حاجه فيها مواد كيماويه او اي تدخلات كيميائيه. ما شاء الله حاجات طبيعيه 100%. كانت حلوه جدا بسم الله ما شاء الله. التونه الليبي دي برضه. تونه. دي سعرها كام دي؟ دي عامله 160. اه هي نص كيلو. دي بزيت الزيتون.
بزيت الزيتون. وفي منها علبة كيلو اه عاملة 300 جنيه. 300. بس حاجة فخم. نظيفة خالص. جربتوها انتوا هنا؟ عن تجربة وليها زبون بيجي ياخدها مخصوص. عارف بالذات. كل زبون خدها ده هي كيلو صافي، نص كيلو صافي وكيلو صافي. دي حوالي 400 جرام. اه ودي 900. دي الصلصة برضه دي. ده عسل البلح. عسل البلح. ده بيعملوا عليه ربع. ايوه. حاجاتهم هايلة جدا ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم دايما يا رب ان شاء الله. المحل ده يا جماعة اسمه شالي، مش كده؟ معرض شامل. معرض شالي. عنده كل انواع التمور والزيوت والزيتون، وعنده عطارة، وعنده معجون، وعنده كريمات، وعنده حاجات يعني معمولة على الايد كده ما شاء الله. حاجات تركيبات حلوة طبية حلوة جدا. عنده كريمات، عنده حمامات كريمات، عنده لسيونات، عنده حاجات كتير قوي. وعنده تمور معلبة، وعنده كمان انا شايفه مكسرات يميش. كل حاجه عنده بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايديهم ويحسن سوهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.